صاف. هسه شلون يمتى تفضاهات؟ اي وليش بالله؟ ولك شنو ليش؟ لين يتزوج؟ يابا اني وين الزواج؟ 100 مرة قلت إلك انتظريني، لين تدرين احنا ساكنين بالتجاوز وبيتنا خرابة وظروفي ما تسمح اتزوج هسه. انت شايفة العمود الفقري؟ اي اني افقر من عنده بعد. يا حبيبي، أنا ما راح أطلب من عندك شي، وكلفك وياي. ذهب وعندي، ما أريد منك شي بعد. شو تريد؟ يا حبيبتي، مو قصة ذهب يا حياتي، بس احنا فقر وبيتنا على قدنا. وإذا تعال اقعد ويانا بالبيت. بيتنا كبير وما بي أحد غير أني وبابي ومامي. ناخذ لرفتين أنا وياك بدل الغرفة، لأن أخوتي كل من ساكن ببيت بحده، فما حد يحكي وياك يا حبيبي، بالعكس يفرحون بيك. زين ويعني اني شي خلصني من الناس واصدقائي غير ياكلون راسي؟ انتي تدرين بالمجتمع العراق وينتقص من الرجال اللي يسكن ببيته لزوجته. حبيبي، هاي الأمور قبل مو هسه. هسه الدنيا تغيرت وصار كل شي عادي. هسه بعد ماكو هاي التقاليد، بما أنه الزوجة هي اللي تصرف. أصلاً أنا ما راح أصرف عليك، أنت رجلي وتاج راسي، أنت أصرف علي. اي واني ميل الي فلوس طلابتك وطلابة امك. حبيبي، أنا أنطيك فلوس وأنت أصرف علي. يا بنت الناس، من الاخير انتي واهلك ضقوق واني حديقة، يعني لازم نفترق. ليش يا حظي؟ ليش هو ظل واحد بالعراق ما تغزل بيه وتحارش بيه؟ بس غير أني قلبي المصخم عاف الأمة كلها وحبك. ايه اويلي علي. يابا ها هي راح اقعد وياكم. شباب، احب ابشركم، الاسبوع الجاي عرسي وانتو اول المعزومين. يا الله، هاي خوش بشارة، بس بسرعة تريد تكمل الغرفة خلال أسبوع وهي بعدها هيكل. شنو؟ ولك يا غرفة، اني ما راح اتزوج ببيتنا. بس لا تقول لي راح تأجر، لك الإيجار نهيبة، وبعدين وانت ملك حتى تأجر وانت محلس فلس ما عندك. شوف هذه، ولك لا يا ايجار. لحد وين راح تقعد؟ اني راح اقعد يم بيت عمامي. عمامك؟ عمامك منو؟ ايه اهل زوجتي. هلا، يعني راح تصير قعيدي من هذا لمعط. شنو؟ واذا اشبيل قعيدي؟ لا هو عيب ولا هو حرام. ولك بابا عيب؟ شنو اللي مو عيب؟ غير مخازي، هاي لا عاداتنا ولا تقاليدنا. اني بالنسبة إلي لو اموت ما اصير قعيدي. كل من ونظرته. عيني على ابوهم، الف الف مبروك. هلو حبيبي. يا هلي. حبيبي، عندي موضوع وياك وكلش مهم. اي حبيبي، أنت تدري إحنا كل ما نطلع أنا ومامي لازم نأجر تاكسي. اي وشنو المطلوب مني؟ فأمي اقترحت علي اقتراح حلو. اي يا ستار، وشنو هذا الاقتراح؟ بس لا اظل ادور تكاسي لكم. لا يا حبيبي، أنت بس اسمعني وبعدين جاوب علي. تفضلي كملي. أمي اقترحت وقالت ليش ما نشتري سيارة إلك تقضي بيها مشاويرك، وهمينا لما نطلع اطلعنا وياك.
اي خوش اقتراح، بس شنو نوع السيارة؟ حبيبي راح نشتري إلك سيارة راقية رانج روفر، لين أمي تقول خذ سيارة، فش تقول، موافق لو لا؟ اوكي، ها هي تمام. ها، عجيب، لك هذا اللي بالسيارة مو عتوني اللي راكب الرانج روفر؟ اي هو، لك صاير احوال وسمنان، هذا كله من الدلال والخير، ويقول لك القعيدي ما يفيد. ايه، ولك صدق اني فطير، لك هذا صدق القعيدي مستفاد. اليوم خل اروح عليه. الله يساعدك عتوني، لك هاي الصاير بيك سمنان وصاير احوال ومتغير. عم ايش دعواك، الما يسأل عليك اسأل انت عليه. هلا بجاسم، عاش من شافك، مو انتو اللي قلبتوا وجوهكم علي وكل حكاية اجى القعيدي وراح القعيدي، فقررت وسحبت نفسي منكم. لا وصفة، احنا نتشاقى وياك، وبعدين وش بي القعيدي، احسن ناس هم القعيدية. ها، ايش عجب غيرت رأيك؟ من الاخير اني جاي عليك بشغلة وكلش مهمة. ايه قول. اني جاي اريد اخطب واتقدم الاخت مرتك، بس ترى مرتي ما عندها خوات. من الاخير حتى ما طولها عليك، ما دام ما عندها اخت، شوف لي بنت عمها بنت خالها، اهم شي تاخذني قعيدي. لعد مو خبصت نفسك من الزوج التاني وتقول له اموت ما اصير قعيدي، ايش عجب غيرت رأيك؟ يابي اني كنت غلطان، القعيدي هم احسن الناس. ها، هيك القعيدي صار مطلوب. لا ها هي حصلنا. ايه اني ندمان واقولها، لعد ايش عبالك، القعيدي وبس والباقي خس.